يعني جرى مع فخامة الرئيس استعراض بعض النقاط شخصيا فيما يتعلق بالتفاوض، لأنه يعني تقريبا خونوا الرئيس والرئيس الدولة نواف سلام. طيب التفاوض مشروع إذا كان مبني، وهو مبني على أسس معروفة، وخطاب القسم للرئيس مبني على اتفاق الهدنة وعلى الطائف وعلى القرارات الدولية، وهذا منطلق إذا لابد من تفاوض، والتفاوض من الوسائل المشروعة عالميا. فرفض التفاوض من أجل رفض التفاوض واستخدام لبنان كساحة قتال مرفوض. طيب هلا هذا أمر من الماضي، ولكن يعني مررت على هذه النقطة، وهي مهمة جدا فيما يتعلق في الإيواء ومراكز الإيواء. يعني أشكر جميع الأجهزة أو الأحرى المراجع التي تهتم في هذا الموضوع، لكن المطلوب أكثر. نعم المطلوب أكثر. هل القضية ستنتهي عند ببعض الأيام؟ شخصيا يعني أفضل أن يعني الأمر قد يكون طويل. أفضل أن نحتاط، وإذا انتهت طيب أفضل. لكن شخصيا يعني بما أن يعني الظروف العالمية تتجه إلى هذه الفوضى، شبه الفوضى، أفضل أن نحتاط ونحيي المجتمعات الحاضنة والأجهزة الأمنية والجيش. نعم الجيش، يعني أستغرب كيف في عز هذه الأزمة ويقوم البعض بالتهجم على الجيش، يعني شيء غير منطقي وغير معقول. هذه بعض النقاط التي استعرضتها مع فخامة الرئيس، وإذا في حدا بده يسأل سؤال. وليد بيك، نحن يمكن على الضفة الإسرائيلية في نوع من الرفض للتفاوض لحد الآن، ولكن بالضفة اللبنانية في بين المكونات اللبنانية، عم نعرف لبنان مكونات، في قبول من جميع الأفرقاء إن كانوا بالسياسة أو خارج السياسة على موضوع التفاوض. أنا قلت لك، جاوبتك. ننطلق من اتفاق الهدنة، من الطائف ومن القرارات الدولية. يعني هلا بالضفة الإسرائيلية مين قال لك بده يفاوض؟ هو عم يدمر، عم يحتل. طيب وبعدين مررت على هذه التجربة في الماضي، مررت يعني من 44 سنة ب 82 ما مرقت علينا وقتها ظروف مش مشابهة، لكن كان في غزو إسرائيلي وصلوا على بيروت. وبعدين طيب أنا ذاك، لكن كان ممكن أنه نتحدث بشكل منطقي مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان، ما كان أصله لبناني، فيليب حبيب. نتمنى أن نستطيع أن نتحاور بالمنطق أيضا مع السفير الأمريكاني اللي أصله لبناني، الأستاذ بشير عيسى. نتمنى. طيب. وليد بيك، الحكومة والدولة اللبنانية طلبت نزع سلاح وأيضا حظر الأنشطة. إسرائيل تقول أي تفاوض مطلوب سحب سلاح أولا. نحن مش موظفين عند الحكومة الإسرائيلية، نقوم كدولة بواجباتنا وقمنا بواجباتنا ونستمر. لكن اليوم واجباتنا هي الأمن الداخلي، الحوار، والنازحين، تأمين كل ما متطلب من النازحين. واقترحت على فخامة الرئيس أنه يعني نوصي على بيوت جاهزة أفضل، لأنه الخيام مذلة. الخيام بتذكرنا بفلسطين 49. خلينا ببيوت جاهزة، أوكي. وأهل الجنوب بس توقف الحرب بيرجع، ما في خوف. هل لديكم شكوك ممكن انتهاء الحرب بإيران واستمرارها في لبنان، يترك لبنان معزول لحاله؟ مرة الماضي لم يكن هناك من أي مبرر بالعدوان الأمريكي أو الهجوم الأمريكي على إيران، وأبني كلامي على ما قاله آنذاك من جمعتين أو أكثر وزير الخارجية العماني. قالها
وبكل صراحة أن كدنا أن نتوصل إلى اتفاق. طيب ليش صار في العدوان؟ ليش صار في الهجوم؟ كمان هذا أمر غريب، أمر غريب، لأنه هذا الهجوم مع الأسف يعرض كل منطقة الخليج إلى شبه خراب. إن شاء الله هالمرة يكون في جدية أكثر. وليد بيك، هل صحيح أنه في قوات من المشايخ مسلحة مستعدة للتصدي؟ فيش حدا مسلح. نحن نحترم بالدولة والأجهزة الأمنية وما في حدا مسلح. وأهلا وسهلا. شكرا.